السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع شخصية جديدة من شخصيات ممثلينا اللي ما بقيناش نشوفهم وغير متوفر عنهم أي معلومة. معانا الممثل اللي هنتكلم عنه النهاردة هو الممثل المصري كمال الدسوقي. كمال الدسوقي ممثل مصري ومخرج إذاعي، اشتغل في الدراما بإذاعة صوت العرب، وأخرج بعض الأعمال الدرامية والبرامج الإذاعية، وعاش عدة سنوات في الخليج. اشترك في أدوار ثانوية في بعض الأفلام المصرية في الثمانينات. له عدد قليل من الأعمال الدرامية. شارك في سهرة تلفزيونية اسمها دموع الإنسان الآلي، وشارك في مسلسل الأزهر الشريف منارة الإسلام عام 1982، وشارك في فيلم صاحب الإدارة بواب العمارة سنة 1985، وكان بيعمل شخصية عدلي الحديد. ومثل في مسلسل ابن عمارة سنة 1985. أما في عام 1986 فكان له مشاركة في فيلم التوت والنبوت، وكان بيعمل شخصية رفقي المقامر المحترف. وفي 1987 اشترك في فيلم الأورادات. وفي 1987 أيضا كان بيعمل شخصية عصام صاحب المصنع في فيلم الجمالية. الفنان المصري كمال الدسوقي هو كان من مواليد عام 1951. كمال الدسوقي ممثل مصري، لا يوجد أي معلومة عنه. فنان كمال الدسوقي من الممثلين فعلا اللي ما بقناش نشوفهم. كنا نتحدث عن الممثل المصري كمال الدسوقي. شكرا.